القانونية بين كيليان إمبابي وباريس سان جيرمان دخلت في منعطف تكسير عظام، والحكاية كبرت من مجرد خلاف كرة لمعركة ملايين في المحاكم. إليك ملخص المشهد القانوني اللي وصلنا له. أصل الخلاف: اتفاق شفهي أم ضغط؟ وجهة نظر باريس: النادي متمسك إن إمبابي وعدهم شفهياً إنه هيتنازل عن مكافآته عشان يرجع يتمرن مع الفريق في صيف 2023 بعد ما كان مستبعد، واعتبروا كلامه للإعلام وقتها إنه مش هيضر النادي بمثابة التزام رسمي، وطلبوا تعويض خيالي وصل ل 440 مليون يورو. وجهة نظر إمبابي: محامي يرد بكلمة واحدة: مفيش ورق. وأكدوا إن اللاعب اتعرض لضغوط نفسية وإعلامية مرعبة، وإن الكلام الودي أو الشفهي ملوش قيمة قانونية قدام العقود المكتوبة. ضربة القضاء الفرنسي لنادي باريس. القضاء المتخصص في حقوق العمل حسم الجولة الأولى لصالح الفتى الذهبي. 1. الحكم: إلزام باريس سان جيرمان بدفع 61 مليون يورو لمبابي، رواتب ومكافآت متأخرة. 2. السبب: القاضي شاف إن دي حقوق عمالية أصيلة لا يجوز المساس بيها من غير اتفاق مكتوب وموثق. 3. رفض طلبات النادي. المحكمة ما اقتنعتش بطلب 440 مليون يورو تعويض اللي النادي كان بيطالب بيها. هل القصة خلصت؟ للأسف لا، إحنا لسه في مرحلة مبدئية. حق الاستئناف: إدارة باريس سان جيرمان مش ناوية تستسلم، وبيجهزوا دلوقتي للطعن على الحكم قدام محكمة الاستئناف. الصدام مستمر، ده معناه إن المسلسل القانوني ده مكمل معانا شوية، وكل طرف لسه متمسك بحجج للنهاية. الخلاصة: مبابي كسب الجولة الأولى بالقاضية الفنية، والقانون وقف في صفة، بس باريس لسه عنده نفس طويل في المحاكم. تحب أتابع لك